شفتوا بقى ان موضوع الميك اب ده طلع بجد؟ طلع على فكره ممكن يخلينا قمر، وممكن يخلينا شبه تشطيب الشقه اللي لسه ما خلصتش. حطي ميك اب يا حبيبتي وافرحي واتبسطي، بس بالراحه وبالعقل. مش لازم الروج ومش لازم الاي لاينر اللي عامل زي نفرتيتي، ولا يا ميار انت معايا طبعا في الموضوع ده. وهيصي وليطي وليطي. ايه طيب خلي بالكم، شفتي؟ خلي بالكم انا عايزه اقول لكم حاجه عشان تبقوا عارفينها كويس قوي. اي راجل بيحب الست الحلوه، حلوه بميك اب، حلوه من غير ميك اب، بس الراجل يحب يروح البيت كده يلاقي ان هو دنيته كده جميله، الست اللي معاه مروقه ومفرفشه وشكلها حلو. بس حطي اللي يليق عليكي، مش اي حاجه وخلاص. مش كل ما اجيب ميك اب كتير كل ما انا ابقى حلوه اكتر، لا ده انا كل ما اجيب ميك اب جميل يبرز حلاوتي ابقى حلوه. حطي لانسز لو انت عينك مش ملونه وده هيحليكي، بس بالعقل. حطي اكستنشن لو شعرك مش حلو وهيظبطك، المهم تبقي حلوه قدام جوزك. بس مش معنى كده ان احنا نبقى شبه الستات اللي طبيخ وغسيل وبس. دي حقيقه، انا شايفه كده. بس انا عايزه اقول حاجه، معظم الرجاله بيحبوا الستات من غير ميك اب، يعني دايما لا يعني ما بيحبوش الميك اب الاوفر اللي يغير شكلها، يعني يحبها تحط حاجه لايت، لانه بيبقى برضو عايز يشوف شكلها الحقيقي. في رجاله تانية بتحب الميك اب الاوفر وفي ناس ما بتحبش كده، ولا ايه رايكم؟ انا عن نفسي انا بحب بقى ايه الميك اب كتير والاكستنشن الطويل، وبحب ابقى عروسه مولد. اللي يشوفني كده يا سلام شكلك قمر. لا انا بحب البهرجه الكتير، كل حاجه كتير كتير كتير، اديني في الكتير ببقى زي القمر. الروج الاحمر اللي منعني عنه هنا في القناه، ما تحطيش روج احمر علشان مش عارفه بيبقى عامل ازاي، بس انا بحب الحاجه اللي بتخليني مبهجه. أيوة. انا عندي بقى راي تاني مختلف. ثانيه واحده قبل عايزه الرأي. اقول استني يا بالنسبه ياسمين، لون شعرك اللي اتغير كده واحنا اتفاجئنا يا جماعه النهارده. انا طالما الميعاد بقى بعد الظهر انا هقلب من الاصفر للبني. انا قلت برضو عشان ما اطلعش للساده المشاهدين بالشعر الاصفر كده، قلت البني حلو قمر برضو. والناس قمر عليك يا دودو. طب ده حلو ولا لا؟ حلوين. لا لا، انا ده حابه كده ده كمان اكتر على بجد؟ فكره عليه. انا وميار بنحب الشعور الصفرا. طب انا بقى عندي راي، انا كدينا بحب قوي الميك اب البسيط، بس انا مع راي حاجه. طبعا احنا كلنا يا جماعه مختلفين في الاذواق. انا بحس ان كل واحد يعمل الحاجه اللي تبسطه، اللي بيحب ميك اب تقيل يحط، اللي بيحب ميك اب خفيف يحط، اللي عاجبه شكله كده. انا اهم حاجه تكوني انت من جواكي مبسوطه ومرتاحه للحاجه اللي انت حطاها. دي وجهه يعني انتوا مش نظري. مع الموضه؟ لا طب انا هقول لكم على حاجه. هو فعلا الميك اب الناس كلها تقول لي خليكي رقيقه خليكي سامبل. يا جماعه انا ما بحبش الرقه خالص. يعني ده بجد يا ميار؟ بصي يا جماعه ده رقيق يا ستي، ما بحبش الرقه. انا المدرسه الشريهانيه. يعني ايه المدرسه الشهرانيه؟ بحب الاكسسوارز كتير، بحب الميك اب كتير، بحب ابقى يعني دايما يقول لك الستارز او اللي هم اللي بيبقوا شويه صح صاحبتي انضموا بقى لبعض. خلي بالك هلمع لا بس غصب خلي عنكم. بالك وحطي خط كبير قوي. اول قلم روج اتعمل واول واحده حطت قلم روج كانت بتخوف بيه الرجاله اساسا. ده ولا بجد؟ انتوا والله ده في طبعا. التاريخ. انتوا ما تعرفوش الموضوع ده؟ لا. ده كان علامه ان الست دي مخيفه فنبعد عنها. يا نهار أبيض. والله. طب انا إحنا عايزه اقول لكم شغالين حاجه روج. تانية. انتوا عارفين ان في حكايه زمان بتقول لك ان اول ناس حطوا روج الفراعنه، وكان الراجل بيحط روج والست كمان بتحط ايه روج. ده راجل يحط حلاوة. روج؟ والله ايه ده ازاي ده؟ حاجه كمان عن الفراعنه انه كان بيتقال ان الست اللي بتحط اللي بتتجمل يعني زي كليوباترا زي نفرتيتي كانوا لازم يتجملوا بطريقه معينه، لانه كان دايما يقولوا في المعتقدات الفرعونيه ان الست اللي جميله ان الجمال بيبعد الشرور، فكان نوع من انواع التدين ان الست تحط مكياج. تخيلي. لا انا وانتي مش تدينات قويه جدا معلومات جديده وتاريخيه وحلوه، بس يعني انا رايي كل ما تبقي احلى كل ما جوزك يبقى قاعد معاكي في البيت على طول. يا واد يا ماشي، جماعه. ما انا ممكن ابقى حلوه وابقى سامبل في سيبيها نفس سيبيها، هي الوقت. عايزه جوزها طب يقعد اقول لك معاها يا في البيت. ياسمين، يعني هنا اتنين بيحبوا الافوره واحنا بنحب السامبل، انت مع مين؟ انا مع الصراحه يعني يا جماعه اقول لكم كده ومن غير كسوف ولا اي حاجه، انا مع اللي جوزي يحبه. والله ساعات يقول لي نازله متمكيجه على الاخر ولابسه تحفه وقاعده لي في اللي في البيت ولا ميك، اصل بعمل ماسك لوشي. لا انا عايز الميك اب وعايز الشعر وعايز. فخلي بالك مش لازم تبقي جوه البيت ذكيه. انا معاكي يا يا ياسمين. ذكيه عروبه. خلي بالكم يعني يا جماعه. عامله له ده المرأة قالت لك انا مع اللي جوزي يحبه. طبعا طبعا انا مع اللي جوزي يحبه طبعا. ايوه. وانا على فكره بضم صوتي لصوتها. لازم انا في ستات كتير بصراحه يعني بيتوضبوا قوي وتحط ميك اب والشعر وبتاع، وتلاقيها قاعده في البيت ايه صباح الخير ولابسه البيجامه ورافعه الشعر وحط. طب ليه؟ هو ذنبه ايه؟ انا في البيت ولما يبص بره تزعل وتيجي تشتكي. طب انا اقول لك على حاجه برضو يا دينا،
في نوعيه رجاله تفضل تقول لك ايه، لا ما تلبسيش اوفر، لا ما تحطيش اكستنشن، لا ما تحطيش ميك اب، مش عارفه ايه، وتلاقي ان هو راح للنوع ده يبص بره، لدول. في الاخر خالص يبص لواحده تانية خالص، ويحب واحده عكسك كومبليتلي بعد ما غيرك وخلاكي ما بتهتميش بنفسك. اصل هو بيحبني رقيقه، اصل بيحبني بسيطه، على وهو طبيعتي. على طبيعتي، وهو طبعا مش ده الشكل اللي مش هو يمكن عايزه. بيغير صح. عليها مثلا؟ يعني دي نوع من انواع الغيره. او يطفي. يعني هو يغير على حاجته ويبص على حاجه الناس لا، على ما المنطق ينفعش. يعني. لا لا، في ما رجاله يا ينفعش. جماعه بتحب تستهبل كتير قوي، او يعني فعلا زي ما شيرين بتقول يقعد يطلب طلبات ويختار حاجه تانية، فالست تبقى مشتته. طب هل هو بيحب الشعر القصير، بيحب الشعر الطويل؟ انا ما بقتش فاهمه. صح. يعني ما بيبقاش ده بقى بيبقى المشكله يا جماعه من الراجل، ان هو تغيير عينه حلو. زايغه. يعني انا مع ياسمين ان هي مثلا بتحب تغير، لان ممكن يكون النهارده حابب شعره قصير، بكره شعر طويل. بس انا مع مبدا تاني خالص، احنا حلوين عشان نفسنا في الاول وفي الاخر، طبعا عشان جوزنا وده حاجه، بس عشان نفسك في الاول وفي الاخر. يعني الست مثلا مش مرتبطه تبقى مش مهتمه بنفسها،